يرتقب أن تحل وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز اليوم الخميس بمدينة سبتة المحتلة، وذلك في أول زيارة لمسؤول دفاع إسباني منذ أكثر من 25 سنة. وقالت وكالة أوروبا بريس إنه من المنتظر أن يزور وزير الرئاسة والدفاع الإسبانيين فيليكس بولانيوس ومارغريتا روبلز مدينة سبتة يومي الخميس والجمعة لتقديم خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي أعدتها الحكومة بيدرو سانشيز، التي تخطط لاستثمار ما يقرب من 600 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة في المدينة. وأشارت أن المسؤولان سيشرفان أيضا على تنصيب مندوب حكومة سبتة الجديد رافائيل غارسيا الذي سيعوض سلفادور ماتيوس. من جانبها، نشرت صحيفة أن أجندة وزيرة الدفاع الإسبانية تتضمن زيارة للحامية العسكرية في المدينة التي تضم أكثر من 3000 جندي إسباني. وأوضحت أن روبلز وهي أهم زعيم سياسي في شؤون الدفاع، ستتمكن في هذه الزيارة من التعرف بشكل مباشر على الوضع في مدينة سبتة من الطبقة العسكرية للمدينة، إلى جانب زيارتها لثكنتين عسكريتين في المدينة. وأشارت أن هذه الزيارة تتزامن مع حملات التشكيك في إسبانية سبتة ومليلية، والتي تصدت لها الوزيرة سابقا، عندما صرحت أن سبتة ومليلية مثلهما مثل مدريد وسيوداد أو أي مدينة إسبانية أخرى. وهذه أول زيارة لوزير دفاع إسباني إلى سبتة المحتلة منذ آخر زيارة قام بها إدوارد سيرا الذي تحمل حقيبة وزارة الدفاع في عهد حكومة خوسيه ماريا أثنار، وكانت سنة 1996.